مساء الخير. الحقيقة انه الخوف بقى بيزيد. كانوا زمان يقولوا للبنت ما تخرجيش بره البيت عشان الشارع خطر، خليكي في البيت. النهاردة البيت واهل البيت بقوا خطر على البنت وعلى الست. خلينا ندخل في الموضوع على طول. جريمة النهاردة من ابشع الجرائم اللي ممكن تتنفذ في حق ست او بنت في المجتمع المصري. في بشاعة كتير حوالينا، بس يمكن دي من ابشعهم شوية. رانيا شابة عندها 27 سنة، حلمها زي اي بنت وست فينا انها تتجوز وتعمل بيت وتعمل اسرة مع راجل يحبها ويكون ظهرها وامانها وسندها في الدنيا، تكون عيلة للمستقبل. رانيا اتجوزت فعلا وكانت حامل، وجوزها ظهرها وامانها وسندها والحاجات الحلوه الجميله اللي احنا تربينا عليها دي، اتخانق معاها فقتلها ب44 طعنه سكينه. 44 زي ما انتوا سامعين كده. شابه عندها 27 سنه حامل اتقتلت ب44 طعنه، منهم 11 طعنه بس في بطنها، في الجنين، في ابنه اللي جاي لسه للدنيا، اللي هو لسه ما شافهوش. انتوا متخيلين الجبروت وانعدام القلب والقذارة وكل حاجة احنا بنتعرض لها؟ 44 طعن، 11 منهم في بطنها، فقتل روحين مش روح واحدة، مراته وابنه اللي هما المفروض كلكم راع وكل الراعي مسؤول عن رعيته، فهو حب يخلص الرعية من الدنيا ومشاكلها وريحهم خالص. تمام. 11 طعنة في البطن والباقي في باقي الجسم. اتقبض عليه وقال لك اصل انا حالتي النفسية صعبة، مش قادر اتمالك، اصل انا قتلت مراتي وابني بس انا ما كنتش اقصدها اقتلها. وانتوا فاكرين ان انا قاتل؟ لا خالص. ان انا مريض نفسي ومختل؟ لا 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 لا, لا خالص. انا كنت اتخانقت معاها فعصبتني فقتلتها، وانا دلوقتي بمر بحالة صعبة، وقفوا جنبي. فين بقى الموضوع؟ ان هو بيقتلها، بيضربها 44 طعنة من شدة الضرب وغله، وده تقرير الطب الشرعي. السكينة كسرت جوه جسمها،